يا ترى إيه هو النجاح الحقيقي في نظرك؟ فلوس؟ شهرة؟ منصب؟ ولا إنك تكون الأول في دراستك وشغلك؟ كل ده جميل ومطلوب، بس في حاجة أهم من كل ده بكتير. حاجة لو مش موجودة، كل اللي بنيته ممكن يضيع في ثانية. الموضوع مش شطارة، الحكاية فيها سر من أسرار الحياة كتير مننا غافل عنه. آية قصيرة بس معناها عميق، لدرجة إنها لو سكنت قلبك هترتاح بجد. سألت نفسك قبل كده في لحظة صراحة، أنا ليه بتعب وبرضه مش بلاقي النتيجة اللي مستنيها؟ هنا في قناة زاد بنحاول نفكر مع بعض في الأسئلة الصعبة دي، بندور في آيات القرآن عن إجابات نعيش بيها يومنا. النهاردة حلقتنا عن آية واحدة ممكن تغير نظرتك للدنيا ولنفسك بالكامل. أهلا بيكم في قناة زاد، والقناة اسمها مستلهم من قول ربنا: وقل ربي زدني علما. لأن الزاد الحقيقي في رحلة الحياة هو اللي بيزودك إيمان وقوة من جواك. وأي يوم بيعدي عليك من غير ما تتزود فيه هو يوم خسرت فيه كتير من عمرك. لو حاسس إن الكلام ده ليك، اشترك معانا وفعل الجرس عشان نكبر سوا. خلينا أسألك سؤال بسيط: آخر مرة نجحت فيها في حاجة قلت لنفسك إيه؟ أنا شاطر؟ أنا تعبت واجتهدت واستحق؟ ولا قلت من قلبك الحمد لله؟ الفرق بين الجوابين دول هو بالظبط اللي هنتكلم فيه دلوقتي، لأن الحقيقة أبعد من كده بكتير. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه الكريم: وما توفيقي إلا بالله. الآية دي مش مجرد كلمات بنعلقها في براويز، دي كانت خلاصة تجربة نبي عظيم، سيدنا شعيب عليه السلام. تخيلوا الموقف: نبي ربنا بعته القوم عندهم تجارة ومجتمع قوي، بس كان عندهم آفة وحشة جدا. كانوا بيبخسوا الناس أشياءهم، بيغشوا في الميزان وبياكلوا حقوق بعض. ولما سيدنا شعيب واجههم بالحق وبالإيمان، تفتكروا ردهم كان إيه؟ قالوا له بتكبر: يا شعيب، إحنا مش فاهمين أنت بتقول إيه أصلا. وهددوه بالطرد هو واللي أمنوا معاه. في اللحظة الصعبة دي وأمام كل الاستهزاء ده، كان رد سيدنا شعيب هو الدرس اللي لازم نحفره في قلوبنا. قال: وما توفيقي إلا بالله. نبي مؤيد بالوحي والمعجزات بيقول بكل تواضع: أنا مش بنفسي، أنا مش بقوتي ولا بذكائي ولا بقدراتي الشخصية. توفيقي مش من عندي. اللي خلاني أصبر، واللي خلاني أوصل الرسالة، واللي خلاني أثبت قدامكم هو الله وحده. التوفيق كلمة بنسمعها كتير، بس يا ترى سألت نفسك معناها إيه؟ التوفيق في اللغة يعني إن ربنا يخلي خطوتك موافقة للصواب. يعني ربنا يفتح لك باب الفهم، يهون عليك الطاعة، يصرف عنك المعصية، ويحبب فيك خلقه ويسخرهم ليك. التوفيق هو إن ربنا ييسر لك الطريق من قبل ما تمشي فيه أصلاً. إنك وإنت بتذاكر تلاقي المعلومة ثبتت، إنك وإنت بتشتغل تلاقي الأفكار بتتدفق، إن الظروف تترتب في صالحك من غير ما تطلب. تعالوا نكون صرحة: إحنا لما بننجح بيجيلنا صوت إيجو عالي بيقول لنا ده مجهودي، أنا اللي عبقري، أنا اللي خططت ونفذت. خد بالك، ده مش صوت نجاحك، ده فخ الشيطان. الشيطان مش هيقولك اسجد لصنم، هو أذكى من كده. هو هيجيلك من باب الأنا، يخليك تشوف نفسك وتنسى فضل اللي وهبك العقل والصحة والفرصة. يخليك تشكر نفسك بدل ما تشكر ربك. خلونا نعترف بالحقيقة الكبيرة: إنك تصحى بدري ده توفيق، إن جسمك يتحمل السهر والتعب ده توفيق، إن عقلك يستوعب المعلومة ده توفيق، إن قلبك يحب النجاح وما يستسلمش للكسل ده توفيق. حتى رغبتك في إنك تكون إنسان أحسن دي في حد ذاتها نعمة وتوفيق من الله. مفيش حاجة واحدة في معادلة نجاحك أنت اللي عملتها لوحدك بالكامل، ربنا هو اللي وفقك لكل الأسباب دي. طب حد ممكن يقول لي: يعني أقعد في البيت واستنى التوفيق ينزل عليا؟ أكيد لأ، الإسلام مش كده خالص. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعقلها وتوكل. يعني اسعى واتعب وخطط وخد بالأسباب كأنها كل شيء، بس وانت بتسعى خلي قلبك متيقن إن النتيجة والتوفيق من عند ربنا بس. الموضوع مش إنك تبطل شغل، الموضوع إنك تعرف مين اللي بيوفقك وانت بتشتغل. في النهاية في فرق كبير بين اتنين:
واحد ناجح وعنده ثقة في نفسه بس فاكر إن ده منه هو، وده للأسف نهايته الغرور والغفلة. وواحد ناجح وعنده ثقة في نفسه بس عارف وموقن إن ده فضل من ربنا، وده نهايته التواضع والشكر والبركة اللي بتزيد. رسالتي ليك النهاردة: خليك شاطر وطموح وناجح جدا، بس ما تنساش للحظة إن الشطارة دي هدية من ربنا. خليك دايما واقف قدامه وبتقول: يا رب، أنا بعمل اللي عليا والباقي عليك، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. لو حسيت إن الرسالة دي وصلت لقلبك، شارك الفيديو لعل الله يهدي بيه حد محتاج يسمعه. دمتم موفقين بفضل الله.